السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم بخير؟ معكم ادم اللي كتقدم لكم وصفات ناجحه ومضمونه بحال دائما. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي فما تنساوش تشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم اي حاجه كنزلها، وطبعا ما تبخلوش عليا بجيم. وبالنسبه للمتابعين ديالي كنبغي نشكركم واحد واحد على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم وعلى التعاليق المزيونه اللي كتخليو لي اللي كتزيد تحفزني اكثر واكثر. اليوم كنقترح لكم واحد الحويزه معمره بطريقه مبدله على اللي تعودنا عليها دائما. غادي نعمروها بالخضر المشويه مع فواكه البحر. ندوزو نشوفوا المقادير والطريقه. نبداو على بركه الله البنات. من هذه الوصفه كنحتاجوا واحد الحوته تكون كبيره ما بين 3 4 كيلو، وطبعا كاين انواع عديده ديال الحوت، كل واحد يستعمل النوعيه اللي كيفضل. كنقيوها وكنعدلوها باش نشرملوها. وبالمناسبه هاد الحوته هذه ديال البحر اولا شاطئ ديال القصر الصغير، تحيه لكل الصيادين وكل الناس ديال القصر الصغير. دابا ندوزو نشوفوا شرموله. كناخذوا واحد قصعه ولا واحد الاناء اللي يكون واسع اللي غادي نعملوا فيه لا ماريناد اولا الشرموله اللي غادي نشرملوا بها الحوته. وطبعا غادي نعمل واحد الكميه كبيره اللي غادي تكفاني. غادي نشرمل بها الحوته وغادي نخدم بها الحشوات، وغادي نتبل بها حتى الخضر اللي غترافق هذا الطبق. يعني هذا المشرمله وحده وغادي نقسمها على 4، ما نبقاش كل مره نقشر الثومه نهادي ونعد نهادي، يعني بمره واحده كنربح الوقت وكنناقص هي الخدمه. كنعمل واحد كاس كبير ديال العنبه مخلط زيت بلدي زيت روميه. كنعمل واحد الثومه مكموله محكوكه. كنعمل واحد معلقه كبيره ديال القزبر المطحون، معلقه كبيره ديال توابل السمك، شويه ديال الملح. ثوم غابره اختياريه انت كانت عندك عمله، ولا عندك اذا كانت عندك بصل غابره حتى هي عمله، انا ما كانتش عندي. كنعمل واحد معلقه كبيره ديال الفلفل الاحمر بابريكا وفلفل وعفوا ومعلقه كبيره ديال الكيمون او الكمون. ومن بعد كنعمل شويه ديال خرقوم، شويه ديال سكينجبير. تقريبا كنعملوا التوابل كامله، شويه ديال خرقوم، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الابزار. كنعمل واحد الكميه ديال الربع اللي غادي تكفاني. هاد تقريبا واحد حفينه ديال الربع مخلط ما بين القزبر ومعدنوس. وطبعا دائما كنغلبوا القزبر على المعدنوس، حيت كما كنعرفوا الحوت كيبغي بزاف القزبر وكيتواتى بزاف مع القزبر. كنعمل واحد شويه ديال الزعتر مطحون. كنعمل واحد 2 معالق كبارين ديال مركز الطماطم الصلصه. كنعمل واحد 2 وراق ديال الرند، وكنخلطوا هاد لا ماريناد كامله مع بعضياتها باش كنشرملوا بها الحوته ديالنا. نسيت نقول لكم شي واحد كنور ديال الحوت، الضامه ديال الكنور. كناخذوا ديك الترموله وكنشرملوا الحوته ديالنا مزيان مزيان كما غتلاحظوا، وكنحاولوا نشرملوا الحوته كامله من برا ومن داخل مزيان مزيان. وكنحاولوا ندخلوا حتى ديك الفليحه د الحوته في الراس ديالها في البطن ديالها باش كتجي منكهه مزيان ومنسمه مزيان. في هذا الاثناء باش ما يجيش الفيديو طويل، حاولت تنقص منه. شبرت واحد 2 فلفلات مع واحد الدبنجاله ولا واحد الباذنجان وعملتهم يتشواو في الفران الطريقه التقليديه العاديه. ملي كيتشوا داك الدبنجان وداك الفلفل كنعملهم في واحد البلاستيكه باش كيطلق العرق ديالو وكيسهل علينا نقشروهم. كنقطعوهم مكعبات وكنخليهم على جنب. بالنسبه للخضر المرافقه انا رافقت بالخضره المبخره، عملت الجعده او الجزر، وعملت بطاطا وعملت القرع الخضراء. يعني كناخذ البطاطا وكنقشرها وكنقسمها على النص، وكل نص كنقسمو على 3. في نص الكسكاس كنعمل البطاطا والجعده حتى كنقسمها على 4. وبالنسبه للقرع حتى هي كنقسمها على النص، كل نص كنقسمها على 2. كتبخر ومن بعد غادي نصوتيوها في المقله بهاد نفس الشرموله اللي خدمنا بها الحوته. انا نقص بزاف المراحل في هذا الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف.
ولكن مراحل ماشي مهمه بزاف، يعني سهله. غادي نحاول نشرحها لكم بعجاله. كناخذ واحد الكميه ديال الفلفل الوان، كنحيدو الراس ديالو، ومن بعد غادي نوريكم الحشوه اللي غادي نعمرو بها. غادي نعمرو بالشعيه الصينيه، وغادي يتشوى في الفران مع الحوته. هذه هي الخضر اللي بخرناها. نقدروا نسلقوها ونقدروا نبخروها كما قلت لكم. هاد الخضر هذه غادي نقدمها مع الحوته. غادي نتقدم هي سخونه، يعني ملي غادي تشوى الحوته ديالنا غادي نجيو نقدموها. كناخذوا كل نوع من هاد الخضر، كناخذوا واحد المقله وكنعملوا واحد الكميه ديال الشرموله على شيطنا من الحوته، وكنصوتيو هاد الخضره فيها. يعني كناخذوا البطاطا وكنصوتيوها في مع داك الشرموله في ديك المقله، ونفس العمليه كنعملوا القرعه الخضراء، ونفس العمليه كنعملوا الجزر. يعني كنصوتيو ديك الخضره في ديك الشرموله اللي شيطنا. وبالنسبه الفلفل كما قلت لكم كنقشروه، عفوا كنغسلوه، كنحيدو الراس ديالو، وغادي نعمروه بالشعريه الصينيه. هنايا كناخذ واحد الكاسرونه وكنعمل فيها الماء اللي غادي يكفاني باش نرقد فيه الشعريه الصينيه. عندي علبه صغيره ونصف من الشعريه. كناخذ ديك الماء، وباش تجينا الشعريه منكهه وفيها حماضه مزيون كنعملوا ورق الرند. كنعملوا شويه الملح، كناخذ ديك القشور ديال الثوم اللي قلت لكم نخليوه على جنب. ديك القشور ديال الثوم كنسيبوه في ديك الماء يغليو، وكنسيب القشور ديال الكروبيت. نقول لكم هاد الطريقه كتخلي الشعريه كتجي كتحمق صراحه الله. دائما عملوها، حتى اذا بغيتو تعملوا اي وصفه فيها الشعريه الصينيه وفيها الحوت، دائما عملوا هاد الطريقه هذه. القشور ديال الكروفيت دائما احتفظوا فيهم مجمد، ومن بعد نبقاو نستعملوا هاد الوصفات بحال هيدا، يعني ما نسيبوهمش. كناخذ الشعريه كنعملوها في الاناء، ومن بعد كنكب عليها داك الماء اللي غنغليوه. ومن بعد ما كيغليو ديك الماء كناخذ واحد الصفاي وكنصفيو ديك الماء فوق ديك الشعريه الصينيه. صراحه الله بلات هاد الطريقه كتجي غزاله. بقاو تجربوها ببصيل الحوت، جربوها في برود الحوت، كتجي شعريه منسمه ومنكهه، يعني شربه المذاق الحوت. العكس اذا رقدناها في الماء عادي صافي كنخليوها حتى كتبرد تماما في هذا الماء وكتنفق كتضاعف الحجم ديالها. ديك الساعه كناخذ المقاس وكنقطعها وهي في ديك الماء، كنصفيوها وكنخليوها على جنب باش نعدلو بها الحشوه ديالنا. وهنا غادي نحضروا الحشوه اللي غادي نعملوا بها الحوته، والحشوه اللي غادي نعملوا بها ديك الفلفل ديال الشعريه الصينيه. هي في الاصل كاينه قاعده واحده ديال الحوت، من بعد غادي نقسموها على جوج. يعني القاعده ديال الحوت الرئيسيه ديال الحوت كناخذوا 4 كيلو من كل نوع. عندي كروفيت، عندي كالامر، وعندي الحوت الابيض بدون شوك. تقدروا تعوضوا باي حوت ابيض بغيتو نتوما، المهم يكون بلا حوت، عفوا بلا شوك. وتقدروا تكتفيو غير بكالامر وكروفيت. وغادي كاضافه غادي نضيف له سوريمي وشامبينيون اختياريين طبعا. في مقلاة كنعملوا كنقليو هذا الحوت مع بعضيته، وكنضيفوا له طبعا الشرموله ديال اللي خلينا من الحوته. غير هو انا قبيله نسيت ما قلتلكمش نعملوا العصير ديال الحامض في الشرموله. فانا هنايا غادي نضيف الخل ديال الحامض. كنعمل ديك الحوت في مقله، وكنقلي ديك الكروفيت مع ديك كالامر مع ديك الحوت الابيض، ومن بعد كنضيف لهم ديك الشرموله كنقليو مزيان، ومن بعد كنضيف لهم الشامبينيون وكنضيف لهم ديك السوريمي. السوريمي طبعا ما خصوش يطيب، يعني حتى كنصوبو طاع كنضيفوه باش ما كيذوبش معنا. وشامبينيون تقدروا تعدلوه توا كتسيبوه اخر حاجه كتسيبوه، تقدروا تخليوه خضر شي حسبه غادي تشوى. صافي كنقلي ديك الحوت كامله، كنحصل على هاد الحشوه هذه كما كتلاحظوا. غادي نقسمها على جوج. النص غادي نضيفوا من الشعريه الصينيه اللي عندنا كتصفى كتقطر. غادي نضيفوا اللي غادي نعمروا بها الفلفل، والحشوه الثانيه اللي هي هذه غادي نعمروا بها الحوته. فهاد الحشوه هذه غادي كتكون من الفلفل المشوي ومن الدبنجان المشوي. وبالنسبه للدبنجان نقدروا نخليوه بالقشور ديالو اختياري، تقدروا تدوا غير اللب ديالو.
صافي ديك الساعه كنضيفوه لهاد القسم الاول ديال اللي غادي نعمرو به الحوته. والقسم الثاني او الحوت النص الثاني ديال الحوت كنضيفوا له الشعريه الصينيه، وكنضيفوا داك الشامبينيون اللي بقى كنقطعو طبعا وصافي. صراحه هاد الحوته كتجي غزاله. كما كنعرفوا ان حنايا ان الدبنجال كيتواتر بزاف مع الفلفل المشوي، فكيعطي واحد النكهه واحد المزيج رائع. هنا عندي ديك الحشوه ديال الحوت والدبنجال والفلفل. غادي نضيف لها واحد 2 معالق كبارين ديال الجبن كريمي. الوصفه الاصليه فيها جبن جبلي من السم بالاعشاب، كيجي واحد المذاق احسن صراحه الله. حقيقه ما توفرتيش على الجبن بحالي انا، ما توفرش يعني ديك الجبن، فاستعملت الجبن هذا ديال الدهن ديال اما فيها اما جبن اي جبن كريمي. ومن بعد كنعمل واحد الكميه ديال الجبن المحكوك او المبشور. دابا كنعمرو دوك الحوته كما لاحظتوا عندنا ديجا كتنشر منها هي الاولانيه، كتكون شربت القامه ديالها، وفي هاد الاثناء الفران كيكون كيسخن. كنعمرو الحوته كما قلت لكم. هاد الطريقه كتجي مبدله مختلفه على دائما كما تعودنا. دائما كنتعودنا ان الحوته كنعمروها بالشعريه الصينيه، فبعض المرات الواحد يبدل ويغير. وصراحه الله هاد المذاق كيجي ديالها غزال، حيتاش ديك المذاق ديال الكروفيت مع الحوت مع الدبنجان مع الفلفل المشوي، صراحه الله كيعطي واحد المزيج رائع ديال في المذاقات. فالواحد يجرب ساعه ساعه. وبالنسبه للناس اللي ما كيعجبوش الدبنجان ولا ما كيعجبوش الفلفل، يقدروا انا بلاتكم جوج الحشوات حشوه واحده، يعني الحشوه اللي عمرنا بها الدبنجان نقدروا داك الشعير نعمروها في الحوته، يعني كيبقى كل وحده الذوق ديالها وكل وحده اختيار ديالها. ولكن صراحه الله جربوها كتجي رائعه. الواحد مع ساعه يبدل ويغير ويقيس، جرب مذاق اخرين ما بقاوش غير محصورين غير في واحد المذاق او في واحد التقنيه. الواحد يبدل ساعه خالف تعرف. ونتمنى تعجبكم. بحال دائما البنات بحال دائما خليو لي جربوها وردوا لي في التعاليق ديالكم كيف جاتكم الحوته. صراحه الله تعجبكم. دابا من بعد ما عمرنا ديك الحوته حنا ما غنخيطوهاش شي حيتاش معنا شي مرق غطيب في الفران عاد تشوف الفران. غادي ناخذ ديك الباليجوس ديال الباليجوس وغادي نبقاو نشدوها بديك الباليجوس كما غتلاحظوا. ونقدروا بلا ما نعملوا الباليجوس نغليوها بالالومنيوم بالورق الزبده بالالومنيوم، فما غاديش تتحل معنا. دابا غادي كما لاحظتوا ديك الفلفل غادي نلويها مزيان بورق الزبده. واذا عندكم الومنيوم حتى هو عملوه، انا ما كانش عندي الومنيوم فعملت غير ورق الزبده. فالومنيوم كيعطيك واحد كيزيد يزيره وكيجي زعما تجمع. دابا ديك الحشوه الثانيه اللي فيها الشعريه الصينيه، شبط الفلفل وعمرت عمرت ديك الفلفل بديك الشعريه الصينيه وعملت فوق منه الجبن. ودابا غادي ندخلهم في الفران يتشواو مع ديك الحوته، يعني كنستفهم ديك الحوته وكنغطيهم بورق الزبده وبالومنيوم وكتدخل في الشوا. وملي كطيب كنرفقها طبعا ديك الخضر اللي قلت لكم غادي نتبلوهم مع ديك الشرموله. وكيبقى التقديم كل واحد الذوق ديالها. الى وصفه قديمه ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الحوته ديالنا من بعد ما طابت في الفران. طبعا التزيين كيبقى اختياري، كل وحده الذوق ديالها، كل وحده كتبقى شنو بغات. رافقناها بالخضره اللي شحرنا مع ديك الشرموله في المقله، ورافقناها بديك الفلفل المعمر بالشعريه الصينيه كيجي لذيذ ورائع.